السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الوصفة الأولى من وصفات العيد لهذا العام. الوصفة الأولى خيرتها تكون حلوى جافة اللي تنتكل مع قهوة حليب، وأكيد إن شاء الله راح تعجبكم. الوصفة تاعنا غاتو روس أباز دو ميل. الوصفة سهلة بزاف بسيطة. تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمكونات الوصفة تاعنا راح نحتاجو 160 غرام تاع زبدة، 180 غرام تاع عسل، ملعقة صغيرة بيكربونات، 5 حبات تاع البيض، 100 غرام تاع السكر، 250 غرام تاع فرينة، نسحقو المعجون للطبقات، واللوز إفيلي للتزيين. هذه هي المكونات. نروحو المرحلة الأولى في إعداد لاباط تاعنا. دونك راح ناخد كسرونة نحط فيها الكمية تاع العسل كامل كيما راهي، نزيد عليها الكمية تاع الزبدة. هنا إذا استعملنا الزبدة راح يكون الذوق تاعها أحسن، لكن نقدروا نستعملوا المارغرين عادي. نحطوا الكسرونة تاعنا فوق النار ونشعل عليها ونخليها حتى وين تذوب كامل هذيك الزبدة، ونصبر عليها تسخن مليح. بعد ما تسخن مليح كما راكم تشوفوا نروح نزيد عليها الكمية تاع البيكربونات ونبقى نحرك. راح يغلي مليح هذاك لو ميلونج تاعنا، ما تخافوش عادي، بيكربونات هي اللي دير هكذاك. نخليها فوق النار مع التحريك حتى وين يغمق اللون تاعو. لازم لا كولور تاعو تكون فونسي على هكذاك لتماك نحبس، ما لازمش تكون فونسي بزاف باش ما تعطيناش المرورة. هذا هو اللون اللي راح نتوقف عنده انا. من بعد راح نحطو في ريسيبيون ونخليه حتى وين يبرد تماما باش نروح نزيدو على المكونات التانية. فوالا بهذا الشكل. انا هذا هو الخليط تاعي بعد ما برد، هذا هو القوام تاعو اللي راح نتحصلوا عليه. نروحو دوكا نقدروا نبداو نخدموا لاباط تاعنا. دونك راح نخدم بالفوي بالبيترا، نقدروا نستعملوا الباتور عادي. راح نحط الكميه تاع البيض، قلنا 5 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ. الوزن تاع الحبه بيض راح يكون 55 غرام بالقشره تاعها. راح نضيف عليها الرشه تاع الملح لازم مع الكميه تاع السكر ونضربهم مليح. قلنا نضربوهم مليح كيما راكم تشوفوا. هنا لازم يتضاعف الحجم تاعهم ويبيض الخليط تاعنا كيما نخدمو اون سامبل جينواز، وما لازمش نتقلقوا عليها. راح نخليه يتضرب لمدة 8 دقائق حتى ل 10 دقائق بالباتر بالفوي عادي. هنا حتى وين ضعف الحجم تاعو كيما راكم تشوفوا بياض الخليط تاعنا مليح. راح نوقف الباتر تاعي ونجيب هذاك الخليط اللي خليناه يبرد من قبل. هذا هو القوام تاع لا بريباراسيون تاعنا. فوالا هنا نبدا نزيد الخليط تاع العسل والزبده تدريجيا على لا بريباراسيون الاولى بهذه الطريقه حتى وين يدخل فيها مليح. راح يغير لي اللون تاعها ويعطي ريحه بزاف هايله. السرعه تكون قويه. ندخل كامل هذيك لا كونتيتي وتكون واجده. انا في الاخير راح نضيف الفرينه تاعي على مراحل. دونك راح نزيدها على 3 خطرات ولا 4 خطرات. كل ما نزيد ندخلها تدريجيا بلا سباتول من التحت للفوق حتى وين نتاكد بلي دخلت مليح الفرينه الكونتيتي الاولى باش نروح نزيد كميه واحده اخرى. هذا هو القوام تاع الخليط تاعنا بعد ما دخلت فيه الفرينه. راح نقسمه الى 3 اقسام. دونك ناخذ دي بول هكذايا نقسمه على 3، ولا نقدروا نستعملوا الميزان. الميزان ما يهمش، سي دي بول هكذا اللي راح يفي بالغرض. نكون شاعل الفرن مسبقا على 180 درجة. ناخد الصينية نحط فيها بابي كويسون، ندير كمية من العجين تاعي من التحت باش الفونتيلاسيون ما طيرليش بابي كويسون كي يكون يطيب. ونوزع العجين تاعي داخل الصينية. هنا ماشي شرط يغطي لي كامل الصينية تاعي، لا لا، نقدروا نوزعوه بالطول تاع 30 سنتيمتر على 25 سنتيمتر تقريبا بالتقريب. فوالا من بعد ندخلها للفرن كما قلنا 180 درجة لمدة 10 دقائق. غير توصل 10 دقائق نحيه مباشرة من الفرن، نخليه حتى وين يبرد. من بعد نعاود نولي ليه بنفس الطريقة. راح نطيب كامل لاباط اللي قعدت ليه.
هذا هو البسكوي تاعنا بعد ما طاب. كما راكم تشوفوا يجي خفيف، مي راح يكون ثقيل شويه على الجينواز، دونك راح يجي شاد روحو يصلح باش يكون غاطو ساك. قطعته كما راكم تشوفوا، درتو باغ اكزومبل 20 على 16 ولا سا ديبون على حسب نتوما واش تحبوا. والاطراف هذوك تاوعو راح نرحيهم، وهما اللي راح يكونوا التزيين تاع الغاطو تاعنا. بعد ما رحيتهم راح نتحصلوا على هاد لابودر، اللون تاعها شباب بزاف، يعطي واحد الملمس هايل بزاف للغاطو تاعنا. نروحوا للمونتاج. المونتاج راح يكون عادي كيما نديرو الغاطو تاع الطبقات تاعنا. راح نديرو كميه لاباس بها تاع معجون تاع المشمش بهذه الطريقه، نوزعها كامل على السطح. من بعد راح نزيد الطبقه الثانيه وفوقها المشمش المعجون عفوا، وبنفس الطريقه نكمل كامل الطبقات. وهنا حتى الطبقة الأخيرة راح نغلفها مليح بالمعجون تاع المشمش باش يلصق فيها هداك التزيين اللي راح نديروه. في الأخير راح نرش عليها هداك لو بسكوي اللي رحيناه بهذه الطريقة. شوفوا اللون تاعو تانيك بزاف شباب، ونمشي حتى وين يلصق كامل في المعجون تاع الكاطو تاعنا بهذا الشكل. بعد ما لصقت فيها كامل التزيين تاعها راح ندخلها الكونجيلاتور لمدة 20 دقيقة حتى تشد روحها مليح باش كي نقطعها ما تزغدش الطبقات، لانه المعجون تاعنا راح يزغدها. هنا بعد ما ريحت في المجمد راح ناخد كاباري. هذا الكاباري فيه 4.5 سنتيمتر، ونقطع شرائح بالطول بهذه الطريقة. وهذا هو الشكل تاع الكاطو تاعنا كي قطعته. شوفوا الطبقات يكونوا باينين، وحتى هذاك اللون الحامق تاع المعجون راهو باين ما بيناتهم. دونك نقطعو كما قلنا كامل بهذه الطريقه. من بعد راح نقطعو مربعات. نتوما قطعوا الشكل اللي يعجبكم، تحبوا مثلثات تحبوا مستطيلات كيما تحبوا. نستخدموا نفس الكاباري. دونك الحبه تاعنا راح يكون فيها 4.5 سنتيمتر على 4.5 سنتيمتر. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا. شوفوا الشكل تاعها شحال جا شباب، ما شاء الله. تقدروا تخلوها هكذا بلا تزيين، راهي روعه سامبل. كيما تقدروا تزينوها كيما تحبوا. تبعوا معايا الاخير تشوفوا نص كيفاش زينتو نص كيفاش خليتو. لا كونتيتي تاع الوصفه تاعنا كيما راكم تشوفوا راح تخرج لنا 20 حبه. كوما من الحبه تاعنا راهي كبيره ما راهي صغيره. كما قلت لكم نقدروا نديروا التزيين. انا درت شويه معجون مع رقائق تاع اللوز هكذا بهذه الطريقه. تبعوا كيفاش راح نزينهم. نتلاقاو في اخر الفيديو. هذه هي كانت الوصفة اللي خيرتها لكم لنهار اليوم. أول حلوى من حلويات العيد. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهذه هي اللي تصلح مع قهوة حليب. راح نديرو في الأيام الجايين نورمالمون عندنا 10 وصفات. نديرو خليط بين بريستيج، حلوى تاع الشوكولا، حلويات الجافة بدون حشو. راح نديرو ان ميلونج. إن شاء الله يعجبكم. نتلاقاو غدوة إن شاء الله مع وصفة واحدة أخرى. وجدوا روحكم. والسلام.